تتصاعد وتيرة التوتر في منطقة الخليج بشكل ملحوظ بعد تصريحات إيرانية جديدة ومثيرة للجدل حول وضع مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، والذي يمر عبره ما يقارب خمس إمدادات النفط العالمية يوميا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد خلال سلسلة اتصالات هاتفية أجراها مع نظائره في عدد من الدول ومن بينها الهند أن مضيق هرمز مغلق حاليا أمام الملاحة، محملا الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عما وصفه بالاعتداءات والممارسات الأمريكية في المنطقة. ولم يكتفي عراقجي بهذا التأكيد فقط، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ ألقى اللوم صراحة على واشنطن في تصاعد التوترات الإقليمية وإغلاق المضيق، مشيرا إلى ما وصفه بالتدخلات وإجراءات أمريكية تعتبرها طهران أعمالا عدائية تستوجب الرد والمواجهة. في المقابل، أعادت إدارة مضيق هرمز الإيرانية التأكيد على موقف بلادها، مشددة على أن المضيق ما زال مغلقا، وذلك رغم التصريحات الأمريكية المتكررة التي تفيد بأن المضيق لا يزال مفتوحا وآمنا أمام الملاحة الدولية. هذا التضارب الواضح بين الروايتين الإيرانية والأمريكية يعكس حالة من الغموض والتصعيد الإعلامي والدبلوماسي، ويضع شركات الشحن العالمية والدول المستوردة للنفط في وضعية ترقب حذر. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتصاعد هذا التوتر نحو مواجهة مباشرة، أم أن الأمر سيقتصر على حرب تصريحات وتراشق دبلوماسي؟ نتابع معكم أولا بأول كل التطورات المرتبطة بهذا الملف الحساس والحيوي